في هذه المباراة الكل يتفق بأن لدينا فريقين يبحثا بالتأكيد في هذا الموسم عن المزيد من المتعة والمزيد من تحقيق الأمنيات والأحلام. إن كان فريق نادي الجزيرة الذي يستضيف الظفرة هنا في أرضه ما بين جماهيره وذكريات، وهنا كرة ملعوبة نبيل فقير خطيرة، يا سلام خطيرة، ولكن برافو هذا الملعب هذه الأرضية، لكن في هذه المباراة تختلف المعايير. هذه كرة ممتازة، فرصة، الله الله، حلوة الفرصة الماضية، ركلة ركنية، مجموعة من العناصر تتقدم إلى الأمام. هل يسجل الجزيرة؟ نعم يسجل. تساءلت وأعجبني خليفة الحمادي، أعجبني سريعا خليفة الحمادي، أسرع إجابة لمعلق في تاريخ البطولة. هل يسجل الجزيرة؟ نعم قالها خليفة. انطلاقة لأوكونور، أوكونور يستقبل كرة، أوكونور ممكن يمر، عدى تقدم، انطلاق عرضية وصلت لقايدي، قايدي بمر، قايدي خطير ممكن يمر، عدى بالفعل تقدم، تسديدة. ما زالت الكرة مع أوكونور لكن يعيدها لقايدي، عرضية خطيرة، الله 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 يا ميلو. الجزيرة فخر أبو ظبي يتقدم بالهدف الثاني، لدغة وكأنها لدغة عقرب، وكأنها لدغة عقرب يا ميلو. في وسط الملعب لقايدي، قايدي خطير، لمساته خطيرة، يلعب لك كرة ممتازة، الله محمد ربيع، هذه محاولة بيحاول يعدي، ما زالت الكرة معاه، تسدد، ولكن حكم المباراة يأمر باستمرارية اللعب، وضعية التسلل ربما حاضرة، لكن هنا نبيل يتركها، وصلت الآن هذه وضعية ما فيها تسلل، من البحث عن هدف ثالث. هذه كرة يا الله القادمة لصالح فريق نادي الجزيرة من كرة ثابتة، هل تكون خطيرة على المرمى؟ تسديدة ما عنده مكان، تجد في كل مكان، الله أعادها للنني، النني فكر، تسديدة، السلام يا جماعة. هذا اللاعب يعني قصة، هذا اللاعب كتاب تقرأ وما تنتهي منه في فترة وجيزة. محمد النني، ذكريات محمد النني، صولات وجولات محمد النني. عودة ريتشارد أوكونور يرجعها لعلي خسيف، علي خسيف خطيرة، الكرة ما زالت يحاول فيها جودمونس، من الخبرة فيها شيء من الثقة بالنفس لبطولة دوري أدنوك للمحترفين. هذه كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة، أوه الله الله الله، جودمونسون مع نهاية الوقت الأصلي يقول لعلي خسيف في محاولة أمام فريق نادي الظفرة، تسديدة، يا الله يا الله، شكلها رايح المرمى لكن عدت مرت إلى خارج أرضية الملعب. شوف عدت بسنتيمترات قليلة إلى وما بين الوحدة نقطة، لكن الوحدة لم يلعب مباراة، وصلت في مكان جودمونسون خطيرة، هذه فرصة رأسية ولكن اصطدام في اللقطة الماضية مع دافع. هذه كرة جودمونسون، وهنا محمد العطاس. محاولة جزراوية، ممكن هذه فرصة خطيرة، محاولة محمد ربيع يهيئها، تسديدة من أوكونور، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. على تنفيذ الكرة القادمة للظفرة، هذه كرة عالية مبعدة، تصل الكرة إلى ميلو، ميلو ممتازة في مكان خطير لمصلحة فريقنا الجزيرة. قايدي لميلو من جديد، ميلو 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 يلعب كرة عرضية لكن قراءة وإبعاد من مدافع محمد النني، محمد النني، الله عليك يا مجنني، محمد النني يسجل الهدف الثالث، علقها في 90، سجل الهدف الثالث للجزيرة. فخر أبو ظبي يتقدم بالهدف الثالث الآن، الله يا محمد النني، هدف جميل 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 للغاية، يسجل محمد النني، يضعها في الزاوية المستحيلة، في الزاوية الصعبة. شوف كيف ارتدت بعد أن حاول فيها فينيسيوس، لعبها بهذه الطريقة، رجعت من المدافع، وصلت للنني، أخذها علقها هناك في الزاوية 90، سجل هدف. إذا التبديل، برونو ينزل لأرضية الملعب، محمد ربيع يحاول يعدي، محمد زالت الكرة معاه، ربيع يحاول المرور،
محمد ربيع مضايق متابع من جودمونسون، يبعد الكرة جودمونسون انها في احضان حارس المرمى امجد السيد. يرسل الكرة امجد السيد امامية، خروج حارس المرمى عارق سيف، خروج خاطئ في اللقطة الماضية. مامادو يرسل كرة، يا سلام يا مامادو، يا سلام يا مامادو، وصلت لميلو، كرة من عبد الله رمضان ممتازة، هذه انطلاقة محاولة خطيرة، برونو ربما هي اللمسة الأولى يا برونو، يسجل هدف رابع للجزيرة، يعيدون الذاكرة للظفرة حينما غادروا بطولة الدوري ورحلوا باتجاه الدرجة الأولى، تركوا تلك المباراة برباعية لم ينسى الجزيرة، ها هو يتشفى تبديل لصالح فريق نادي نزول اللاعب رقم 30 واللي هو يوسف المرزوقي، بديل لمحمد حينما كانت في عنفوان شبابها، كيف كانت تلعب، كيف كانت من الاسماء الخطيره. هذه كره في انطلاقه ممتازه سريعه لمصلحه فريق نادي يسجل جودمونسون الهدف الثاني، اذا يسجل جودمونسون هدف ثاني في مرمى فريق نادي الجزيره لتصبح النتيجه 4-2. خدع فيها الكل جودمونسون، تمريره جميله، الظفره يفعل حالة الهجومية الآن في هذه الأثناء، هذه فرصة خطيرة، الله وصلت في مكان سليم، تسديدة وفريق نادي الظفرة، كرة في غاية الخطورة، مامادو يرسل كرة هناك عند برونو يهيئ لك كرة، تسديدة، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، يغادر أوكونور أرضية الملعب، رأس ثواني أخيرة ونزول اللاعب جان ميندي اللي واضح امامه في الصورة، الذي يطلق صافرة